الناس اللي قاعده كلها عارفه ان جسم الانسان، خلاص عرفتي ان جسم الانسان طول النهار معرض لكائنات بتهاجمه. جسمك ده متبهدل طول النهار، فيروسات، بكتيريا، فطريات، اي كائنات تجيب لك المرض بتحاول تهاجمك طول النهار. فانت كائن مطمع لمين؟ لكل الكائنات اللي على الارض، كله عايز يهاجمك. استاذ حميدة هيخشوا جسمي ازاي؟ ايه هي الفيروسات اللي ماليه الجو بتخش جسمك ازاي؟ يا تخش من مناخيرك، يا تخش من ودانك، يا تخش عندنا من جلدك لو متعور، يا تخش من بقك اللي انت فاتحه طول النهار ده. وغالبا هي بتخش مع الاكل يا مع الشرب. انت بتشرب ميه فيها عندنا ميكروبات، يا اما تاكل اكل مليان فيروسات وبكتيريا وكائنات معفنه. وطبعا الاساسي ايديك المعفنه اللي ما بتغسلهاش. فتيجي عندنا واحد صاحبك قاعد جنب منك فتح كيس شيبسي، رحت مادد ايديك اكل واحده. انت عارف ايديك دي فيها ايه؟ كل الامراض اللي بالدنيا جمعها في ايديك. فانت بتيجي وبعدين ما بتاكلش كده، انت بتحط ايديك جوه بقك، فبتنقل عندنا كل الكائنات دي بتدخلها جوه. فاحنا عارفين قدامك مره تانية اقول لك روح. فاحنا عارفين ان جسمنا ده بيتهاجم طول النهار، فيروسات على بكتيريا على فطريات على كائنات بتهاجمنا بكل قوتها. عشان ايه؟ عايزه تجيب لك الامراض. هل ربنا هيسيبك؟ اكيد لا. عشان ربنا شاف اللي فيه كائنات ياما بتهاجمك، راح جاي عندنا ربنا عمل لك جهاز اسمه الجهاز المناعي. اسمه الجهاز الايه؟ المناعي. ده جهاز في جسمك كل وظيفته بيحاول عندنا يحميك من الامراض اللي عايزه تخش جسمك. زي ما ربنا عمل لك الجهاز الهضمي عشان يهضم لك الاكل، زي ما ربنا عمل لك الجهاز العصبي عشان يخليك تفكر وتشتغل ويكون عندك رد فعل، زي ما عمل لك الجهاز التناسلي عشان تخلف، زي ما عمل لك الجهاز الاخراجي عشان تتخلص من السموم، عمل لك كمان جهاز اسمه الجهاز الايه؟ المناعي. الجهاز المناعي ده في مكان في جسمك، اي حته في جسمك ربنا حط فيها حاجه تبع الجهاز المناعي منتشر في جسمك. حلو يا سمير. عشان يعمل كم وظيفه؟ 3. فربنا عمل لك الجهاز المناعي ده عشان 3 حاجات. اول حاجه، جاوب انت كده، بص في مناخيرك من جوه هتلاقي فيه شعر. ربنا عامله ليه؟ عشان اول ما يجي فيروس يخش يروح جاي عندنا الشعر ده ماسكه. يعني الشعر ده بيمنع دخول الفيروسات. حلو يا سمير. ربنا عامل لك الجلد ده ليه؟ عشان عندنا كل ما يجي فيروس او بكتيريا عايزه تعدي تلاقي الجلد ده بيمنعها. ده كده بيمنع الدخول. ربنا عامل لك الميه اللي بقك دي ليه؟ الميه اللي بقك دي اسمها اللعاب. ربنا عامل لك اللعاب ده ليه؟ عشان اي فيروس يجي يخش يموت في الميه اللي بقك دي، عشان ما يعديش ويخش جسمك. فاللعاب ده بيمنع الدخول. ربنا عامل لك الدموع في عينيك ليه؟ عشان اول ما يجي فيروس يخش منها يموت في السائل الدمعي اللي في عينيك ده. الدموع دي بتموت الكائنات. الحاجات دي كلها هي بتمنع الدخول. بتمنع ليه؟ يعني ما تخليش المرض يخش جوه جسمك. يبقى اول وظيفه هي منع الدخول. هي منع ليه؟ الدخول. بتمنع الجلد ده عشان ما يخليش حاجه تخترق جسمك. يبقى الجلد ده وظيفته ايه؟ منع الدخول.
لما يمنع الدخول صموه العلماء خط الدفاع الاول. اسمه خط الدفاع الايه؟ يبقى خط الدفاع الاول ده بيعمل ايه؟ بيمنع الدخول، ما يخليش اي حاجه تخش جسمك. طب افرض دخل الفيروس جرى بسرعه وراح داخل على معدتك، ما لحقوش خط الدفاع الاول. تخيل في تعويره راح داخل فيروس وجرى على الجسم جوه، كده عدى خلاص. يبقى دور خط الدفاع الاول ايه؟ خلص، مش هيقدر يعمل حاجه. دخل الفيروس وجرى راح مثلا للكبد، يروح جاي ربنا منزل خلايا مناعه تحوط عليه في الكبد. هي ليه محوطه عليه؟ عشان ما يطلعش يروح للكلى والمعده ويروح لكل الاجزاء. هو الجسم كده بيحاول يمنع ايه؟ انتشاره، بيحاول يخليه يقعد في مكان واحد. انت دخلت على الكبد، خليك بقى قاعد في الكبد لغايه ما موتك. طب انت دخلت على الكلى، خليك قاعد في الكلى ونقفل عليه من كل ناحيه عشان ما يعديش. عارف دي عامله زي ايه؟ احنا عاملين على الشبابيك بتاعتنا في البيت في شقتنا سلك من بره، ليه؟ عشان ما فيش اي فار يعدي من منور. يبقى السلك ده خط دفاع اول ولا تاني؟ اول. ده بيمنع الدخول. بيمنع ليه؟ يبقى خط الدفاع الاول بطبيعته بيمنع ليه؟ الدخول. افرض اتقطع حته من السلك وراح معدي عندنا الفار داخل المطبخ، بنعمل ايه اول حاجه؟ بنقفل باب المطبخ عشان ما يطلعش يجري في الشقه ويبهدلنا. كده احنا بنمنع ايه؟ انتشاره. قفلنا عليه في حته واحده. يبقى احنا تاني خطوه لو دخل بنمنع الايه؟ الانتشار. يبقى الخطوه الثانيه عندنا هي منع الانتشار. منع الانتشار ده اسمها خط الدفاع الايه؟ الثاني. يبقى لغايه دلوقتي عندنا كام خط دفاع في جسمنا؟ 2. اول خط من بره اللي هو الحاجات الخارجيه، جلدك ودموعك والشعر اللي في مناخيرك والمخاط واللعاب، الحاجات دي اللي من بره دي كلها دي اسمها خط الدفاع الايه؟ الاول، ودي ليها حصه كامله معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي. طب افرض المرض دخل جوه جسمك، بنخليه يقعد في مكان واحد، بنمنع انتشاره، دي اسمها خط الدفاع الثاني. طب افرض بقى المرض دخل جوه جسمك وانتشر، هنعمل ايه ساعتها؟ هنسيب الجسم يموت؟ فربنا يروح جاي منزل خلايا زي خلايا الدم البيضاء، دي نوع من الخلايا في جسمك بتروح، دي بقى مش بتخش تهزر، دي بتروح طق تموت على طول. يعني دي رايحه مش عشان تمنع الدخول، مش عشان تمنع الانتشار، دي رايحه تموت على طول. دي تالت خطوه تقضي على المرض، الميكروب، ايوه تخلص عليه. ودي ساعتها بنسميها خط دفاع ايه؟ يبقى الانسان ربنا خلق له كام خط دفاع؟ 3. حاجات بتمنع الدخول، طب لو دخل. حاجات تمنع الانتشار، طب لو انتشر تقضي عليه. كده كام خطوه عندنا؟ 3. ايه رايك؟ ده الانسان. هل النبات كده؟ هل النبات عنده 3 خطوط دفاع؟ طبعا بعض حرافيش المجتمع يقولوا ايه؟ ايوه النبات عنده 3 خطوط دفاع. انت هتهزر؟ النبات عنده خطين دفاع بس، منع الدخول ومنع الانتشار في النبات اسمهم خط دفاع ايه؟ اول. القضاء على المرض في النبات اسمه خط دفاع ايه؟ تاني. سمعت ايه بحكي ده؟ يبقى النبات زي الانسان ولا مختلف عن الانسان؟ مختلف. انا بقى خلينا في الانسان دلوقتي. يبقى الانسان ربنا اداله كام خط دفاع؟ 3 حاجات ورا بعض. جماعه هو ينفع التالت يشتغل قبل الاول؟ ايه رايك؟ يعني ينفع نقضي على المرض قبل عندنا ما ينتشر؟ يعني خط الدفاع الثالث بيشتغل قبل الثاني؟ جماعه مش عايز تخلف. هل ينفع خط يشتغل قبل الثاني؟ احنا الاول بنمنع الدخول، طب لو دخل بنمنع الانتشار، طب لو انتشر نقضي عليه. ينفع خطوه قبل الثانيه؟ لا. يعني خطوط الدفاع ال3 دول
لازم عندنا يشتغلوا بالترتيب مع بعض. يعني انا الاول بمنع الدخول وبعدين بمنع انتشاره، وهو بقى اول ما امنع انتشاره يروح جاي داخل ده مموته على طول. وهنشوفوا الكلام ده النهارده في الشرح. يبقى انا عندي كام خط دفاع يا جماعه؟ 3. اصل واحنا شغالين حاجه اقول لك ايه؟ والكائن ده منع الانتشار، تفهم اللي هو خط دفاع ايه؟ تاني. اقول لك صدق ده بيمنع دخوله، يبقى ده خط دفاع ايه؟ اول. اقول لك خلايا الدم البيضاء والخلايا البرنجانيه قضت على المرض، يبقى اللي انا بتكلم عليه ده خط دفاع ايه؟ تالت. يبقى هتموت، يبقى انت خط دفاع تالت. هتمنع الانتشار، يبقى انت خط دفاع تاني. هتمنع الدخول اصلا، يبقى انت اسمك خط دفاع ايه؟ اول. طب يا استاذ حميد، وده كلام انا شرحته في الفيديو. طب ده الجهاز المناعي بوظيفته. راح جاي العلماء مقسمين الجهاز المناعي ده ل4 أجزاء. ده تركيب الجهاز المناعي بقى. زي ما انت عندك مثلا تركيب الجهاز الهضمي، المعده وحاجتك. ده تركيبه ايه؟ اي صوت بيوقفني خلي بالك. الجهاز المناعي عندنا بيتركب من 4 حاجات. حاجه اسمها الجهاز الليمفاوي، شرحته ساعه. حاجه اسمها خلايا الدم البيضاء، شرحته. ودي الاجزاء الهبله المتخلفه في المناعه. يعني دي لو اي معزه هبله منكم سمعتها تفهمها. هنا بقى عندي حاجه اسمها المواد الكيميائيه المساعده، ملعونه الكيميائيه المساعده. وعندي حاجه اسمها الاجسام المضاده. الاتنين دول انا ما شرحتهمش. الفيديو اللي نزل الساعتين فيهم دول، ده في ساعه وده في ساعه. وما رضيتش ازود ان اي حاجه بعد كده غبيه هشرحها هنا قدامك. يبقى احنا دلوقتي هنبداوا بالمواد الكيميائيه الايه؟ مساعده. من اول بقى الورقه 30 يعني حلوين، روح بقى ذاكر في 30 ورقه خلصوا في المناعه. وتعالى يلا بينا. في حد فينا بيعيش حياته من غير مساعده؟ استاذ حميد انا مش شحات، انا مش قصدي على المساعده دي يا جماعه. يلا بابا بص اللي انا هحكيه ده. انا لو شغال لوحدي كنت زماني فشلت من زمان. البنت دي مساعده اولى معايا، بقالها معايا سنين، من 100 سنه شغاله معايا. اللي قاعده فوق دي دراعي اليمين. حلو. هي الاساس عندي في الماده العلميه. اي حاجه في الماده العلميه هي الاساس بالنسبه لي، هي ابديت بالنسبه لي. طول ما انا ماشي تتكلم في وداني، الحق ده في معلومه اتعدلت بقت كذا 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 كذا، الحق ده الحته دي نازل لها معلومات كذا كذا كذا، الحق ده كتاب الامتحان نزل سؤال صعب كذا كذا كذا. طول النهار والليل، لدرجه ان انا بعمل ايه؟ بقفل في وشها التليفون. طول العمل، عارف انت لما تكون جايب شات جي بي تي معاك اهي، طول النهار مزهقاني في عيشتي. خلي بالك الرسمه دي هي بقى معاها كام حد شبهها كده في الشغل؟ حوالي 7 8. حلو. هي الكبيره بتاعتهم. دول مساعدين بتوعي صح؟ هل انا اقدر اشتغل من غيرهم؟ استحاله. لازم حد يكون على طول متابعني، اللي انا بعمل مليون حاجه. طب ده حاجه. احمد اللي لسه داخل ده مدير القاعات عندي، هو اللي بيبقى مسؤول عن كل حاجه كبيره وصغيره في القاعات وفي شغلي ده، ومعاه ناس شغالين معاه. ساره معاها الناس بتوع الامتحانات، الناس بتوع الاونلاين بتاع 20 30 واحد قاعدين في المقر طول النهار بيتابعوا الاونلاين. انا لو هتقعد تحصر عدد المساعدين معايا حوالي 100 وشويه. ال100 وشويه مساعد دول
تخيل انا معيش حد غير بقى الطقم بتاع التصحيح كله، دول عالم تاني، والطقم بتوع اللي بيجاوبوا عندنا على الماده العلميه طول النهار، الناس بتبعت اسئله على الجروبات، دول ناس تانيه. فرح انا بقعد كده مش عارف مين، والله العظيم انا بعمل ايه وانا ماشي؟ انت مين يا حبيبتي؟ انا شغاله مع حضرتك يا مستر حنين، ما اعرفهمش من كترهم، دي ودي ودي. بس انا عندي يقين ان كل ما الناس المساعده تكتر كل ما انا انجح اكتر. ده يقين اساسي. ما هو ما فيش حد فينا بيمشي من غير مساعده، لازم حد يساعدك. المساعده دي اساسي في حياتنا. انت نفسك حد يقول لك ايه دلوقتي؟ ما تخافش هنجحك. انت نفسك الشايه تتعلق فيها، صح؟ مستني بس حد يقول لك كلمه حلوه هتمسك فيها على طول. ايوه يا حميد، ما انت محتاج حد يساعدك. في البيت بيحاولوا يساعدوك، انا بحاول اساعدك، مليون حاجه بتحاول تساعدك. يعني احنا من غير المساعدين نعيش ونفشل على طول. الجهاز المناعي لازم حد يساعده، هو مش هيشتغل لوحده. فربنا خلق له 4 مساعدين. كم مساعد؟ زي 4 سكرتارية كده. ال4 سكرتارية دول مين هما؟ اسمع كده: كيموكاينات مادة مساعدة، انترليوكاينات مادة مساعدة، المتممات مادة مساعدة، الانترفيرونات مادة مساعدة. كم مادة مساعدة دول؟ 4. سامحني يا رب على اللي أعمله. عندي كم مادة بتساعد جهاز المناعة؟ 4 مواد بتساعد جهاز المناعة عشان يروح يخلص على المرض. فيروس دخل في جسمك، فيجي جهاز المناعة رايح عشان يموت، بيجي المساعدين معاه. كم مساعد؟ 4. ال4 مساعدين دول ربنا يدي كل واحد على قد تعبه. بياخدوا معايا حوالي 2 ساعتين الا ربع، المفروض هم حصة النهارده. بس طبعا انا لا اكتفي بهذا القدر، بعد كده هاخد 2 درس الاجسام المضاده، واول ما اخلص كل الاجزاء الصعبه هيتبقى في الاخر وظيفه الاجسام المضاده نص ساعه تتفرج عليها ولا حاجه، عشان يبقى كده خلصنا خالص. بس انا النهارده اي حاجه صعبه في نص المناعه هشرحها النهارده. كم ماده مساعده؟ 4. نبدا باول ماده. اول ماده فيهم، يلا بينا نبدا. اول ماده مساعده اسمها الكيموكاينات. ماده كيميائيه موجوده في جسمنا، هنعرف دلوقتي جت ازاي وحصل ايه. انت قاعد في امان ربنا ما تعرفش ايه اللي داخل لك، فرح جاي فيروس داخل. بلاش فيروس، خلينا في البكتيريا الاول. فرحت جايه بكتيريا داخله وجرت على دمك. في خلايا في جسمك قاعده في الدم، قاعده ما بتعملش حاجه، اسمها الخلايا البلعميه. اسمها خلايا ايه؟ بلعميه. دي وظيفتها ايه؟ بتبقى قاعده نايمه، اول ما حد يقول لها الحقي في كائن غريب دخل الجسم تروح صاحيه، تقول لهم فين الكائن الغريب؟ يقول لها اهو، فتطلع تجري تروح جايه ماده بوزها وتبلعه. موت وابلع وتبلعه. اسمها الخلايا الايه؟ البلعميه. البلعميه دي كل دورها بتبقى قاعده ما بتعملش اي حاجه. الخلايا البلعميه دي لما تلاقي حاجه حد ينادلها يبعت لها تجري وتروح رايحه مخلصه وبلعه. حلو الكلام؟ ما تنساهاش الخلايا البلعميه دي. تخيل بقى الجسم قاعد سليم، جسمك ما فيهوش امراض الحمد لله، ما فيش فيروسات او بكتيريا دخلت، وفجاه دخلت بكتيريا.
في ماده في الدم قاعده اسمها كيموكاينات، قاعده بس كده بتراقب لو في اي حاجه غريبه داخله. اول ما تشوف اي جسم غريب دخل جسمك تقرب منه كده، ايه ده في جسم غريب، تخيلوا تتصرف ازاي؟ تعملش الا حاجه واحده بس، اول ما تشوف حد غريب تروح جاي عامله كده يا لهوي تصوت عشان تلم الناس كلها. عارفين السرينه بتاعت المطافي والسرينه بتاعت الاسعاف؟ اهي الكيموكاينات دي السرينه. اول ما تلاقي عندنا اي جسم غريب دخل الجسم، هي ما بتعرفش تعمل حاجه ولا بتموت ولا بتعمل اي حاجه غير ايه؟ تصوت بس، تبعت رسائل استغاثه، الحقونا الحقونا يا خلايا يا بلعميه اصحي، ده في جسم غريب دخل فين؟ دخل الجسم، يا لهوي اخلصي. يبقى انا عندنا الجمله واضحه وصريحه، الكيموكاينات بتعمل ايه في الجسم؟ اول ما تشوف اي جسم غريب دخل الجسم، بكتيريا بقى اي كائن غريب، تروح جايه مصوته. يبقى كل دورها اللي هي بتعمل ايه؟ بتصوت بس. طبعا لما تصوت مين يصحى من النوم كان نايم؟ خلايا البلعميه، فتجري البلعميه، فين اللي انت بتصوتي بسببه؟ اهو، تروح رايحه عليه وتبلعه. انا عندي 4 بنات، القاعده الاساسيه بقولها لهم ايه؟ وانت رايحه درس، وانت جايه من درس، حسيتي ان حد ماشي وراكي، حد بيغلس عليكي، صوتي على طول. اول ما هتصوتي، احنا مصريين لما بنلاقي واحده بتصوت بنتلموا على طول، معايا؟ بنتلموا. ولو بقى في منطقه شعبيه، الولد ده غلس عليا، صوتت وقالت بس غلس عليا، ايه اللي حصل؟ هتلاقي لا اله الا الله بتضرب، ممكن يكون مظلوم بس لا اله الا الله بتضرب وخلاص. ادينا شفنا الولد قعد يومين في النيابه اتبهدل يا عيني، الولد بتاع الاتوبيس اللي كان نازل على النت ده. وبعد كده كل الكاميرات اثبتت اللي هو كان في اخر الاتوبيس وهي في اول الاتوبيس. ازاي جه جنبك؟ جابوا الكاميرات لمده ساعتين، الولد يا عيني ما جاش جنبها اصلا. فطبعا طلعوه براءه، والبنت عملت فين؟ انت بتدلي عليه، اهي هي اللي اتمسكت دلوقتي. ده معناها عندنا هي عملت ايه؟ صوتت في الاتوبيس، لمت الناس كلها عليه. عندي مثال واضح قوي، قاعد انا في المقر انا والسجداريه كلهم، خلصنا انا مشيت، كلهم مشوا، اتبقت واحده، فقالت انا هخش الايه؟ الحمام. ورحنا ماشيين وسايبينها هي هتقفل ورا منها اخر واحده. حلو، الهانم دخلت الحمام، كانت الساعه 8 بالليل، وهي بتفتح الاكره اتكسرت، واحنا مشينا خلاص. هي كده معناها هتفضل محبوسه في الحمام لغايه ما نيجوا تاني يوم الساعه 10 المقر بيتقفل. تعمل ايه الهانم؟ راحت فاتحه الشباك وراحت مديه صويت في العماره كلها، نزلت كل لا اله الا الله، عملت لي فضيحه في المقر كله. انقذوها ولا لا؟ انقذوها. هي كده عملت ايه؟ عملت رساله استغاثه، الحقوني يا ناس. هي اسمها رساله ايه؟ استغاثه. حد اخد باله انا بتكلم على ايه؟ هل الكيموكاينات دي بتموت؟ لا. هل الكيموكاينات دي بتعمل اي دور غير اللي هي بتستغيث؟ الحقوني بس. فاول ما اي كائن غريب يخش الجسم، اول حاجه بتشتغل الكيموكاينات. اول ما تشوف اي فيروس اي بكتيريا تروح جايه عندنا مصوته، فتشد الخلايا البلعميه. اول ما الخلايا البلعميه تلاقيها قاعده مهلله، تروح جايه تلاقي الفيروس او البكتيريا اللي دخلت تروح جايه مموتاها. ليها دور تاني غير كده؟ ملهاش. دي اسمها كيمو ايه؟ كاينات. طب ارجع كده بقى وبص على الكلام.
اقرا انت لوحدك بقى. الكيموكاينات، انا مش هتكلم. خط دفاع تاني، يعني ايه خط دفاع تاني؟ بتمنع الدخول ولا منع انتشار؟ طبعا منع انتشار. خط دفاع تاني يبقى بتمنع الانتشار. هي عوامل جذب ايها الناس. جذب المين؟ هي بتجذب مين ابقى بتصوت؟ الخلايا الايه؟ البلعميه. يبقى انت عارف اللي هي بتجذب الخلايا الايه؟ البلعميه. حلو. وهي رساله استغاثه، عشان لما يجي يقول لك احد المواد الكيميائيه تعتبر رساله استغاثه، يبقى بيتكلم على الكيمو ايه؟ كاينات. احد المواد الكيميائيه هي عوامل جذب، هي خط دفاع تاني، يبقى كل ده بيتكلم على الكيمو كاينات. ذاكر معايا اللي انا كاتبه واللي انا هرسمه النهارده، هتصوره وتذاكر منه، هتشوف دلوقتي. طب يا استاذ حميد يلا نقروها مع بعض. هي عوامل جذب للخلايا البلعميه الملتهمه، خلاص عرفنا ان هي بتجذب الخلايا البلعميه نحو موقع الميكروب. هي بتصوت عشان تجيبه ناحيه المكان اللي فيه الميكروب، وبتتحد من انتشاره. يعني ايه تحد يا جماعه؟ يعني ايه تحد؟ يعني ايه تحد من انتشاره؟ تقلل من انتشاره. ما هي لما تصوت وتيجي البلعميه هتبلع، يبقى كده قللت من الايه؟ من الانتشار. طب يا استاذ حميد بالبلدي بقى، اول ما تلاقيني كاتب بالبلدي دي معناها ان انا بقول الكلام باللغه الايه؟ العاميه عشان تفهم. هي عباره عن رساله استغاثه من موقع النسيج المصاب، من المكان اللي حصل فيه اصابه، تعالوا الحقونا خلاص، وتحد من انتشار البكتيريا والفيروسات. بص يا دينا، ايه رايك لو حطينا سؤال الكيموكاينات بتحد من انتشار الفطريات ولا البكتيريا ولا الفيروسات ولا كلهم؟ طب افرض بقى ما لقيتش في الاختيارات كلهم، كان الاختيار الرابع لا توجد إجابة. يعني انت كده عندك في الاختيارات 2 من اللي مكتوبين في كتاب المدرسة. مين ومين؟ فيروسات وبكتيريا. تخيل انا كاتب لك في المذكرة الفيروسات والبكتيريا، هي بتمنع ال2 دول. رحت انت الامتحان لقيت ال2 في الاختيارات، فهتقول يا حول الله يا رب، ده ال2 ينفعوا. فيطلع حرافيش المجتمع يقول لك ايه؟ السؤال ده غلط، دي الاسئله اللي بيحطوها غلط. حبيبي ده انتوا اللي مش فاهمين حاجه. لو اتحطيت في وضع اختيار ما بين البكتيريا والفيروسات تختار مين؟ ايه؟ مين؟ البكتيريا. خلي بالك ان الفيروس ليه طريقه لوحده كمان شويه هعلمها لك. لو لقيتهم الاتنين مع بعض تختارهم، حلو الكلام. اما لو اتحطيت في وضع اختيار ما بينهم الاتنين، دي ولا دي، هي دي بنسبة 99% ودي بنسبة 1%. مرة واحدة جت في امتحان ثانوية عامة جابت للعيال تخلف. ما هو كتاب المدرسة كاتب الاتنين، ايوه، بس هو في الواقع هي بتهاجم مين اكتر؟ بتموت مين اكتر؟ بتحد من مين اكتر؟ بتوقف مين اكتر؟ البكتيريا. فيبقى هنا الاساسي عندنا مين؟ بالظبط كده. بس مش دي الماده الوحيده اللي بتنزل في الدم، في ماده تانية بقى مخصصه للفيروسات لسه هشرحها كمان شويه، هي اللي بتموت الفيروسات اكتر. ما هي بتتعرف. كيموكاينات شافتها عرفتها، ما هي صوتت ازاي؟ اللي فيه حاجه غريبه. حلو. فبتنادي الخلايا الايه؟ البلعميه. بس دورها بقى الخلايا البلعميه مع مين؟ مع البكتيريا. معايا؟ فالدور هنا بيظهر اكتر مع البكتيريا مش مع الايه؟ الفيروسات. مين اللي بيصوت بيقول الحقوا في فيروسات؟ الانترفيرونات اللي احنا هناخدوها كمان شويه. يعني دي بتصوت تملي، يعني انتباهها لما بتشوف مين؟ البكتيريا. يعني هي اصلا
الله ينور عليك. ممكن ما تاخدش بالها من الفيروسات، بس هي بتاخد بالها من مين؟ يعني هي دورها وشغلتها الاساسيه هي مين؟ يعني لو جالك اختيار ما بين البكتيريا والفيروسات، انا بختار مين؟ هي بتشوف البكتيريا اكتر، هي بتحس بالبكتيريا اكتر، عشان كده انا بختار البكتيريا. طيب ادي اول ماده خلصت. اسمها ايه الماده الاولى؟ كيموكاينات. خلي بالكم انا هشاور على اي حد يقوم يشرح لي اي ماده كيميائيه. غلاسه النهارده، خلي بالكم. كيموكاينات مواد جذب، استغاثه، دي خط دفاع تاني، ودي بتقضي على البكتيريا والفيروسات. حلو حلو، ادي اول حاجه. تاني ماده اسمها الانترليوكاينات، ماده كيميائيه. دورها ايه يا سمينه؟ ديليفري. ديليفري، حد يعرف يعني ايه كلمه؟ خليكي معايا يا حبيبتي، سيب الكتاب، سيبوا الكتاب خالص. ديليفري، هو الديليفري دوره ايه يا جماعه؟ بيوصل بس. زي ما انت جايبينك في البيت مرمطون، تعالى يا حبيبي ودي دي لعمتك، حاضر. روح هات من عند خالتك كذا، حاضر. روح وصل ده هنا، حاضر. روح هات ده من هنا، حاضر. انت ساعي البريد. عارفين الساعي اللي في المصالح الحكوميه؟ ياخد من المكتب ده يودي المكتب ده، وياخد من المكتب ده يودي المكتب ده. هي دورها توصيل بس، هي اداه اتصال، هي اداه عندنا توصيل، ربط، بتربط ما بين الخلايا. بصي بقى انا هقول فيها ايه. تعالى وبعد كده تصور اللي انا عامله. بص يا جماعه، بس يا دبانه يا تنح، روح بقى معايا. طبعا انا عارف ان في خلايا في دمنا تبع خلايا الدم البيضاء اسمها كده تي اتش. مين دي يا جماعه؟ ايه اسمها ايه؟ في دمنا، عشان الناس اللي ما سمعوش مناعه قبل كده، في دمك الناس اللي عندها دم، في جوه دمك خلايا اسمها خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء دي 3 انواع في جسمك ماشيين في الدم. واحده اسمها تي اتش، واحده اسمها البي، واحده اسمها الان كي. اتكلمنا بالعربي يا سمير. واحده اسمها التي اتش، دي خلايا عايشه في دمك. ارجع لورا يا حبيبي. دي عايشه في دمك، اسمها ايه؟ اسمها الخلايا التائيه. تائيه، تي اتش يعني هيلب، هيلب يعني المساعده، هيلب. فهي اسمها الخلايا التائيه المساعده، موجوده في دمك. حلو والحلو. خلايا احنا بنسموها الخلايا التائيه، دي خلايا صغيره عايشه في دمك وماشيه في دمك طول النهار. تخيل ميكروب صغير دخل جسمك. جماعه انا ما بعرفش اشتغل وحد بيتحرك اصلا. فتخيل عندنا ميكروب صغير كده راح داخل جوه دمك، فالخلايا التائيه حست بيه. بص اللي هيحصل، فتروح جايه الخلايا التائيه دي تفرز ماده اسمها الانترليوكاينات. يبقى مين اللي بيفرز الانترليوكاينات دي؟ التي اتش. يبقى التي اتش اول حاجه هي خلايا اسمها الخلايا التائيه المساعده. اول ما بيخش عندنا ميكروب للجسم بتروح جايه عندنا منزله ماده اسمها الانترليوكاينات. ايه الماده دي؟ دي توصيل، تقول لها تعالي روحي لخالتك قولي لها كذا وكذا وكذا وكذا. عارفه انت لما تبقي قاعده جنب امك كده وتروح جايه امك تقول لك تعالي اقول لك حاجه، روحي قولي لخالتك في ودانها
احنا عايزين كذا كذا، خلي بالك في كذا كذا، احنا عايزين فتروح انت رايحه مناديه على خالتك، تعالي يا خالتك هقول لك حاجه، تروح انت قايله لها اللي هي بعتكي بيه. انت بقى اللي وصلت الرساله من هنا لهنا، اسمك انترليوكاينات. يبقى انترليوكاينات دي كل دورها بتعمل ايه؟ بتوصل ديليفري، توصل رساله من هنا لهنا. طيب دي نادت دي عشان توصل رساله لمين؟ لدي. مين دي يا جماعه؟ اسمها ايه؟ اسمها الخلايا البائيه. دي برضو عايشه في دمك. يبقى الخلايا التائيه هتبعت رساله للخلايا الايه؟ البائيه. طب مين اللي هيوصل الرساله دي؟ هيوصلها حاجه الانترليوكاينات. بيني وبينكم ايه الرساله اللي بعتها معاها؟ ما شفتيش؟ مش في كائن غريب دخل الجسم؟ دي الرساله. يبقى دي اللي شافت الاول فبعتت لدي، بعتت لها رساله تقول لها ايه؟ خلي بالك في كائن غريب دخل الجسم. طب مين اللي وصل الرساله؟ ماده اسمها الانترليوكاينات. يبقى اول دور للانترليوكاينات بتطلع رساله منين لفين؟ بتطلع من الخلايا التائيه رايحه للخلايا ليه؟ والاثنين عايشين فين؟ في الدم. يبقى دمك، الناس الحلوه اللي عندها دمك ده في ماده اسمها، في خلايا اسمها الخلايا التائيه. دي عايشه في الدم. اول ما عندنا يخش اي كائن غريب جوه جسمك تروح منزله ماده اسمها الانترليوكاينات. الانترليوكاينات دي تروح رايحه للبائيه تنبهها، تنشطها. البائيه نايمه، قومي يا خالتي الحقي، ده في حرامي دخل بيتنا. بالظبط هي دي الرساله. راحت الخلايا التائيه بعتت رساله للبائيه. تخيل البائيه اول ما تصحى تقول لها بجد في فيروس غريب دخل الجسم؟ تقول لها اه. تروح جايه عندنا الخلايا البائيه يحصل لها تنشط وتتحول. تتخيلوا هتتحول لايه؟ لخلايا اسمها الخلايا البائيه البلازميه. اسمها الخلايا البائيه ليه؟ مين فيهم اللي نشطه؟ مين فيهم اللي ناشطه؟ مين فيهم اللي نايمه؟ مين فيهم؟ ده هي ده انتوا اللي نايمين. مين فيهم اللي نايمه؟ مين فيهم اللي نايمه؟ مين فيهم اللي نايمه؟ هات لي عصايه يا احمد. واستاذ اللي بيصور ركز. الخلايا البائيه دي بتبقى نايمه. اول ما يجي لها رساله الحقي في فيروس دخل، فتبدا البائيه تنشط وتتحول الى خلايا اسمها الخلايا البائيه البلازميه او بيسموها الخلايا الناشطه. لغايه دلوقتي احكي لي من الاول. اللي هشاور عليه مش هيعرف يحكي ياخد بعضه ويمشي. اقسم بالله ما هدخله تاني. اقعد لي بقى كده مصحصح. من الاول، اول حاجه ايه؟ اسمها الخلايا ايه؟ جماعه فصل الصنايع اللي انا فيه ده من فضلكم اصحوا وانتبهوا انتوا علمي. اول حاجه اسمها خلايا ايه؟ مالها الخلايا التائيه المساعده؟ بتفرز ماده كيميائيه تسمى، دي فيها سنه، دي اسمها ايه؟ انا سامع يقولوا لي هات، انا عايز اسم. قولوا معايا هات. اسمها ايه؟ قولوا حته حته معايا شويه بقر. اسمها ايه؟ انتر. قولي ما تكمليش، قولي زي ليوكاينات. على بعض اسمها ايه؟ انترليوكاينات. دي اسمها ايه؟ خلايا كيميائيه مساعده او ماده كيميائيه مساعده. مين اللي بيفرز الانترليوكاينات؟ يبقى من الاول النبي لا قاعدين للساعه 20 بالليل. مين دي؟ اسمها ايه؟ قولي يا حبيبتي، قولي هقومك. اسمها الماده دي ايه؟ خلايا بتفرز ماده اسمها ايه؟
ايدك من على خدك يا حبيبي. سيبنا لهم ايه؟ اسمها ايه؟ الانترليوكاينات. بتنشط الخلايا الايه؟ الخلايا البائيه. لما تنشط تتحول لخلايا اسمها البائيه الايه؟ الخلايا بقى البلازميه دي تروح جايه عندنا تنتج حاجه اسمها الاجسام المضاده اللي بتخلص بقى، تروح تموت. وبدل راحت موتت يبقى خط دفاع ايه؟ يبقى خط دفاع ايه؟ اي حاجه تموت اسمها خط دفاع تاني. اي حاجه تمنع انتشار اسمها خط دفاع ايه؟ تاني. اي حاجه تمنع دخول اسمها خط دفاع ايه؟ اول. والنبي يا جاموسه بلدي منقطه خليكي معايا. يلا بصوا لها، بصوا لها. همسحها وهنزل دلوقتي باراشوت هنا واتفرج انا هعمل ايه. ها بصوا لها، احفظها. انا هفرجك الجبرات عامله ازاي دلوقتي. صورها عشان مش موجوده عندك في المذاكره. هنقولها مره، الجزء ده هيتكرر 8-9 مرات في بقيه المناعه، فدي اساسيات. يلا حاجه انا اقول لك في الامتحان، ما دور الانترليوكاينات؟ هتقول لي ايه الانترليوكاينات؟ هتبدا انت منين؟ منين؟ اسمها ايه؟ ما تقول يا ابني هتسقط وهتطلع بكحكه من الاول. اسمها ايه؟ انا مش هتكلم، انا بس عايز اسمع. اسمها ايه؟ فتنشط وتحولها الخلايا البلازميه تنتج الاجسام. شطوره. يلا نشط الخلايا فتتحول الى بائيه اسمها بائيه بلازميه. يا يسموها بائيه بلازميه يا يسموها بائيه نشطه. حلو. ودي بتنتج الاجسام الايه؟ يلا مين اللي بينتج الاجسام المضاده؟ ينفع اقول البائيه؟ لازم البائيه تتحول لبائيه ايه؟ بلازميه. البائيه لوحدها ما تعرفش تعمل حاجه بخيبتها، لازم تتحول لبائيه ايه؟ بلازميه. والبلازميه هي اللي تنتج الاجسام اللي ايه؟ مضاده. مين عندنا اللي بيفرز الانترليوكاينات؟ الخلايا ايه؟ التائيه المساعده. اهي دي بقى اسئله الامتحان. مين بيفرز الخلايا؟ عند مين اللي بيفرز الماده الانترليوكاينات؟ تقول له عندنا الخلايا التائيه. يجي في الامتحان يقول لك ايه؟ هي ايه اداه الربط من المواد الكيميائيه؟ ايه اداه الربط؟ الربط يعني اللي بيعمل ايه؟ توصيل. يجي يقول لك اداه الربط، اداه التوصيل. تعرف اللي انا بتكلم على ماده اسمها الايه؟ الانترليوكاينات. الانترليوكاينات بتروح تحفز مين؟ خلايا البائيه. البائيه تفضل تائيه ولا تبقى نشطه؟ هل البائيه بتتحول لبائيه نشطه بدون دخول اي ميكروب ولا لازم اصابه؟ لازم اصابه. يعني لما مفيش حاجه اسمها بائيه بلازميه الا لما يحصل ايه؟ اصابه. طول مفيش مرض دخلك، هل البائيه بتتحول؟ لا. هل الانترليوكاينات بتفرز؟ لا. يعني الكلام ده كله ما بيحصلش الا لما فيروس يهاجم جسمك. تعالى روح يا بصمجي اقرا معايا. هنا احنا خدنا اول واحد، تاني واحده اسمها الايه؟ انترليوكاينات. هي عباره عن ماده بروتينيه. هي خط دفاع ايه؟ تالت. يعني ايه خط دفاع تالت؟ يا جماعه انا تعبت منكم. خط دفاع تالت يعني ايه؟ بتقضي على المرض.
هي أداة إيه؟ اتصال. هي أداة اتصال، هي أداة ربط بتربط ما بين الأجهزة المختلفة. تعالى، بتفرز مادة اسمها إيه؟ TH. بتفرز من مادة اسمها إيه؟ TH اللي هي الخلايا التائية لمساعدة، وتنشط الخلايا البائية. بدل البائية نشطت هتنتج الأجسام اللي يبقى هي عامة تحفز الخلايا الليمفاوية، وفي الآخر هي مادة ربط أو اتصال. كده خدنا كم مادة؟ 2. مادة اسمها، ما انت لازم هتمشي مذاكر الدرس من هنا. مادة اسمها ومادة اسمها انترليوكاينات. الكيموكاينات هي عبارة عن أداة إيه؟ جذب أو استغاثة. طيب تعالى، تاني مادة عندنا اسمها انترليوكاينات. تعال أيوه، اطلع فوق. تعال انت او انت هنعمل تمثيلية على المادة الكيميائية الثالثة. انت اللي هتمسك دي، ده سيف. لما اقول لك اضرب تضرب. ارجع لورا جدا. تعال انت اقف كده وبص لي. كل واحد هياخد دوره، وبعدين هقول لك التمثيليه هتمشي ازاي. اسمعني بقى وانسى، ركز. ده ماده كيميائيه اسمها المتممات. اسمها عندنا الايه؟ متممات. ده بنسموه المتممات او المكملات. وانا الاجسام المضاده، وده بكتيريا حلو او فيروس او اي كائن هيهاجم الجسم. حلو، يبقى احنا كام واحد كده؟ 3. جماعه ركز، اكيد انا عامل التمثيليه دي عشان الجزء صعب. يلا فاحنا 3 اهو قدامك. ده عندنا الكائن الممرض اللي هيخش، ودي ماده اسمها المتممات، وانا اسمي عندنا الاجسام اللي مضاده. ده قاعد في الدم غير نشط، ما بيعملش حاجه. فبيبص لقى البكتيريا داخله، بصيلها وراح بعد ما بصيلها راح عامل كده. بصوا، مديها ظهره. عارف اللي ماشي بمبدأ ايه؟ انا مالي يا عم، ما تخش ولا تنيل، انا مش هشتغل، انا بحب اريح دماغي. عارفين الناس اللي بتحب تنتخ؟ ده المتممات. هو غير نشط في هذه الحالة، ما عملش حاجة، شافه وما عملش حاجة. أنا بقى الأجسام اللي إيه؟ مضادة. بصيت شفت مين؟ البكتيريا. أول ما شفته، إيه ده؟ هو أنت جسم غريب؟ أنا جسم غريب. رحت رايح ماسكه. مين مسك مين؟ ركز كده في الأحداث. مين مسك مين؟ الأجسام المضادة مسكت في الكائن الممرض. خلاص؟ كده أول خطوة أنا اللي مسكت فيه. راح ده صحى، فراح جاي قايل لنا إيه؟ بيقول لي أنا إيه ده؟ ده كائن غريب؟ قال يعني أنت ما شفتهوش. يروح جاي عندنا المتممات دي ماسكة فيا وفيه. يلا يا ابني 100 ده ما بيفهمش. بقول امسك فيا وفيه، ده بيديله على طول. بص المنظر، ارجع ورتب الاحداث. رتب الاحداث. مين اللي شاف البكتيريا؟
من الاول. مين اللي شاف البكتيريا؟ انا شفتها، رحت رايح ماسك فيها. اول ما انا مسكت فيها مين جه ورايا؟ المتممات راحت ماسكه فيا وفيه. وبعدين المتممات بتكلمني بقى، ايه يا معلم؟ اعمل فيه ايه يا معلم؟ رحت انا قايل للمتممات ايه؟ انا هكتفهولك وانت يا متممات اعملي فيه ايه؟ اضربيه. راحت جايه عندنا المتممات بدات تعمل فيه ايه؟ تخاصمني انا بقى، ومسكت في ده وقعدت تكسر في ده. انا اللي بضرب ولا هو؟ هو. انا ماسكهوله، انا ماسك الحرامي وانت خلص عليه. خدت بالك من ترتيب الاحداث؟ دور المتممات قبل ارتباط المضاد الحيوي بالميكروب ولا بعد الارتباط؟ بعد الارتباط. ايه ده صحيح؟ ده انت بتتغابى صح؟ ده انا بقول لك فنيات اسئله. تعالى كده يبقى تاني من الاول، خش لي بقى جوه هنا في الفاضي. تعالى كده، كل اللي حصل اللي انا الاجسام المضاده شفت عندنا كائن غريب، رحت رايح جاي ماسك في الجسم الغريب. اول ما انا مسكت في الجسم الغريب راحت جاي عندنا المتممات مسكت في الاجسام المضاده ومين وفي الميكروب، وبدات المتممات تحلله، راحت محللاه. الله يرحمك عندنا يا ميكروب. كده دور المتممات لا يظهر الا عندما يرتبط الاجسام المضاده بالميكروب. ادي اول تمثيليه. ارجع التمثيليه الثانيه. انت قاعد في امان ربنا، لقيت تعبان قرب منك وراح جاي مديلك شويه سم. حلو والحلو كده، في سم دخل في جسمك، او عندنا عقرب لدغك، او عندنا انا مخنوق منك رحت حاطط لك سم في الاكل. حلو في العصيره ده السم. يلا بينا، اللي قدامك ده السم، وانا الاجسام المضاده، وده المتممات. انا الاجسام المضاده شفت السم، رحت رايح عليه وماسكه. مين اللي مسك السم؟ الاجسام المضاده. اول ما انا مسكت السم مين هيمسك فينا؟ المتممات. راح جايه المتممات ماسكه فيا وفيه وقالت لي اعمل فيه ايه يا معلم؟ قلت لها يلا وقفي مفعول السم. وقفي مفعول الايه؟ فيروح رايحه المتممات عن طريق شويه تفاعلات تبطل مفعول السم. هل السم بقى موجود؟ خلاص حولته من ماده سامه لماده غير سامه. مين اللي عمل الدور ده برضه؟ المتممات. لو انت ذكي وبني ادم بيفهم، حد اخد باله المتممات عملت كام دور؟ 2. اول حاجه عملت ايه؟ حللت الكائنات الممرضه. وتاني دور عملت ايه؟ وقفت مفعول السم. الناس طبعا بتقرا الكلام ده حلنبوحه في الكتب. انا دلوقتي مثلت لك الدور. احنا 3 اجسام مضاده، وده يا اما كائن ممرض يا سم، وده المتممات. اول ما الاجسام المضاده تمسك في الماده دي، يا الماده السميه يا اما عندنا في مين؟ في الميكروب. يروح جاي المتممات تنشط وتروح جايه ماسكه عندنا فينا، وتبدا تعمل ايه في ده؟ يا تحلله يا اما توقف مفعول السم. ده اللي حصل. تعالى بقى، شكرا. تعالى اقرا الكلام ده معايا. بص بقى كتاب المدرسه كاتب ايه؟ ده اللي موجود في كتاب المدرسه، الحته اللي فوق دي، السطرين دول بس. تعال، المتممات المكملات هي خط دفاع ثالث، يبقى بتعمل ايه؟ بتقضي على جماعه خلاص خليكم صراحه في الكلام ده. دي خط دفاع ثالث يعني ايه؟ تقضي على المرض. طيب بص كتاب المدرسه كاتب ايه وانا هكتب لك ايه.
مجموعة من البروتينات والإنزيمات، هي المادة دي يعني، ترتبط دائما بالأجسام المضادة. بالله عليك، هل هو قال لك ترتبط بالأجسام المضادة إمتى؟ لا، ما جابش السيرة، هو قال لك ترتبط بالأجسام المضادة وخلاص. هل الكلمتين دول عرفوك الأحداث اللي حصلت؟ افهم أنت لوحدك، ده كتاب المدرسة. فطبعا سيادتك لو هتقرا من الكتاب انت ما تعرفش الاحداث، انت بس عارف ان الماده دي بترتبط بالاجسام المضاده. تعالى بقى الكلام بالبلدي، كلامي بقى العلمي انا اللي انا عامله، وبعدين نقرا الوظيفه بتاعتها. لا ترتبط بالاجسام المضاده الا بعد ايه؟ ارتباط الاجسام المضاده بالميكروب. لازم الميكروب الاول يتمسك بالاجسام الايه؟ المضاده. بعد ما الميكروب يتمسك بالاجسام المضاده، تروح جايه ماسكه فيهم عندنا مين؟ المتممات، وتقوم بقى بدورها اللي انا هحكيه. استاذ حميد، هي المتممات موجوده فين في جسمنا؟ موجوده في الدم او في الليمف. طب في الدم وعارفينها يا استاذ حميد؟ اللي يعرف يعني ايه ليمف يرفع ايده. يا نهار اسود، بدرس احياء لمجموعه صنايع. يعني ايه الليمف؟ ايه هو سائل الليمف ده؟ قول. في الخلايا. طيب بص يا جماعه، الليمف ده سائل موجود في الدم، يعني هو بيبقى ماشي مع الدم، هو والدم اصحاب، ويجوا عند منطقه معينه. بص، يجوا عند منطقه معينه ما بين الأوردة والشرايين. يروح جاي الليمف ده، السائل ده، سايب الأوعية الدموية ويطلع منها يترشح. عارفين يعني ايه يترشح؟ يعني ينزل كده زي المصفى. انت لما تحطي رز وميه في المصفى، مين اللي بيعدي؟ الميه. كده نقول الميه اترشحت. يروح طالع السائل ده ويخش على الخلايا، يبدأ ينظفها من الميكروبات والحاجات الغريبة، ويمشي في أوعية اسمها الأوعية الليمفاوية، ويعدي على أكياس صغيرة كده في الجسم، يرمي فيها كل اللي اصطاده وهو ماشي، ويرجع تاني يلف ويخش القلب ويرجع مع الدم تاني. هل ده بيبقى ماشي جوه الأوعية الدموية لفترة، وبعدين بيطلع يروح ينظف الخلايا ويرجع تاني على الدم؟ ايه ده يا صاحبي؟ ده يعني بيرجع في القلب وبيمشي مع الدم؟ بيمشي مع الدم عادي، بس هو عند وقت معين زي ما انت واخوك ماشيين، راح جاي اخوك قال لك ايه؟ معلش انا هروح بس ايه، اروح اعمل مشوار وارجع لك تاني. فيروح الليمف يروح ينظف الخلايا ويرجع تاني يخش في الدم. ده بيسموه سائل الليمف. بلاقي جوه السائل ده المتممات، ولاقي جوه الدم المتممات. يبقى المتممات بنلاقيها جوه الدم ولا الليمف ولا الاثنين؟ الاثنين. طب يا استاذ حميد عايز ايه مننا؟ اقرا، انا اللي عايز اهو الوظيفه. هو هنا عمل كم وظيفه؟ يا جماعه؟ 2. اول وظيفه عمل ايه؟ حلل الكائن الممرض. وتاني وظيفه ابطال مفعول السم. مسك الكائن اللي احنا مسكناه، راح جاي محلله، ونادى الخلايا البلعميه راحت بلعاه، واخد عندنا الماده السميه وحولها من ماده سامه لماده غير سامه، يعني عمل ابطال لمفعول السم. في حد بيعرف يقرا؟ في كلمه غريبه، اللي يعرف ايه الكلمه دي يطلعها. الايه؟ اقرا كده. تحلل بعد ارتباط الجسم المضاد بالكائن الممرض، فتنشط المتممات لتتفاعل مع الكائن الممرض، وتقوم بتحليل الانتيجينات على سطح الميكروب وتدوبه، وتنادي الخلايا البلعميه تبلعه. انت فهمت يعني ايه انتيجينات؟ غلط. تاني وظيفة ابطال مفعول السم. تاخد المواد السامة وتحولها لمواد غير سامة. ان شاء الله في يوم من الايام
هتتخرج. تخيل مثلا ان انت اتخرجت كده من كليه تجاره واشتغلت في بنك. جماعه في حد بيتحرك معايا؟ يا ناس انا ما بشتغلش في حركه. حلو. فيجي عندنا وقت رحت سيادتك البنك قدمت على شغل، راح جاي عندنا وافقوا بيك وقالوا لك تعالى بكره هتتعين. رحت قالوا لك اطلع فوق عشان تاخد الاي دي بتاعك. ايه الاي دي ده؟ حاجه هنا بيعلقوها هنا مكتوب عليها اسمك وظيفتك، وبيبقى فيها على جنب كده كيو ار صغير. حلو حلو. رحت انت رايح وداخل البنك وخدت الاي دي وروحت. جيت تاني يوم رحت جاي ايه؟ قلت ايه اللي انا هعلقه ده؟ رحت حاطه في جيبك. داخل من باب البنك لقيت واحد واقف بجهاز فبيقول لك ايه؟ فين الاي دي بتاعك؟ قلت له انا شغال معاكوا هنا. قال له فين الاي دي بتاعك؟ قال له يا عم ما خلاص ما انا قلت لك شغال معاكوا هنا. يا عم فين الاي دي بتاعك؟ انا هعرفك منين؟ قال له انا شغال معاكوا هنا. فالتاني لفت معاه له والله ما انا مديك اي دي. راح جاي العسكري اللي واقف ماسكه مكتفه واتصل بالحكومه. لقينا حرامي. عنده حق ولا ما عندوش؟ عنده. هو لقى الاي دي بتاعه ده. لو انت مش هتديني الاي دي بتاعك انا اعرفك منين؟ راح جاي بعد كده اتعلم الادب وهو داخل البنك يروح معلقها هنا ومش شايلهاش من هنا ابدا. وهو داخل البنك يحط الجهاز يروح معديه على الكيو ار يطلع صورته قدامه. انت شغال عندنا اتفضل يا استاذ يدخله. وهو طالع من البنك يروح جاي معدي الجهاز. انت شغال عندنا يلا روح. يعني اللي داخل واللي طالع لو ما فيش الاي دي بتاعه هل الناس هيعرفوه؟ لا. الاي دي ده احنا قلنا ايه؟ بدل ما نسموه اي دي حاجه بتعرفنا مين انت، هنغيره اسمه ونسموه انتيجينات. ويسموه عندنا ليه؟ انتيجينات. ايه الانتيجينات دي؟ دي باركود بالنسبه لك، كيو ار بالنسبه لك. كل خليه ربنا خالقها عليها الكيو ار بتاعها. ادي خليه اهي عليها الكيو ار بتاعها من بره كده، عباره عن بروتين عامل كده من بره اهي، كانها مركبه عندنا البتاعه اللي على جنب دي اهي. ده الكيو ار بتاعها. الخلايا بتاعت الجسم اول ما تشوف ده تقول له انت تبعنا. وادي خليه تانيه اهي وعليها اهي الكيو ار بتاعها الانتيجينات بتاعتها. وادي خليه تانيه اهي والخليه دي عليها الانتيجينات بتاعتها اهي. ده الكيو ار اللي هي معلقاه. وادي خليه وادي كل خلايا الجسم اللي جواك دلوقتي كل خليه عليها من بره اي دي ليها. ده الكيو ار بتاعها. المناعه اللي في جسمك حافظه كل الاي ديهات دي. هل عندنا خلايا الدم البيضاء بتروح تهاجمها؟ لا. هل في حد بيروح يهاجمها؟ لا، دي تبع جسمك. فالانتيجينات اللي عليها معروفه اسمها انتيجينات ايه؟ معروفه، يعني الجسم عارفها ومش هيهاجمها. تخيل بقى راح ميكروب عامل ايه؟ قال لك انا هعمل كده. ايه ده؟ انا هخش جوه الجسم شبه الخلايا عشان ما حدش يعرفني. الغبي ما يعرفش ان كل الخلايا عليها ايه؟ انتيجينات، وهو عليه انتيجينات عامله كده. ايه الفرق ما بينه وما بين دول؟ دي انتيجيناته مثلثيه صح؟ دي انتيجيناته مثلثيه، دي انتيجيناته مالها؟ مربعه. هل الانتيجينات دي الجسم عارفها؟ فيروح الجسم قايل له انت مين؟ يقول له انا من خلايا جسمك. يا راجل يعني انت تبعنا؟ انا تبعك اهو، قاعد في وسط اخواتي. وريني كده.
فيبص على الاي دي بتاعه يلاقيه معروف ولا غريب؟ غريب. امسك حرامي، يروح كل خلايا المناعه تجري وراه لغايه ما تمسكه. يبقى احنا بنعرف الاجسام الغريبه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الانتيجينات. الانتيجينات دي موجوده على كل الخلايا، كل خليه وعليها علامه من فوق منها، يا العلامه دي معروفه يا العلامه دي مش معروفه. السؤال ده بقى اتسالوا ناس ياما قوي، ازاي الجسم بيعرف ان ده جسم غريب؟ ازاي الجسم بيعرف ان ده ميكروب؟ ازاي الجسم يعرف ان ده فيروس؟ هل لما الفيروس بيخش يقول انا فيروس؟ لا طبعا، ده بيخش متخفي. لما بكتيريا بتخش جسمك بتخش مستخبيه وتخش بين خلايا الدم عامله نفسها ايه؟ قال يعني ايه؟ مستخبيه. الجسم هيعرف منين اللي دي غريبه؟ ان كل خليه عليها من فوق حاجه اسمها الايه؟ انتيجينات. انتيجينات الجسم كله حافظها والمناعه كلها حافظاها. عارف دي عامله زي ايه؟ زي جدتي. احنا بيت عيله، هي قاعده على باب البيت من تحت، اللي داخل واللي طالع، عمامي 11 عم، كل واحد مخلف عندنا حوالي 4 5 عيال، والعيال دي كلها كبرت وكل واحد جايب له عيلين 3، فالبيت فيه حوالي 23 عيل. جدتي حافظاهم كلهم، حافظاهم. شوف هي عندها 80 سنه بس حافظاهم بالواحده. فانا داخل، ازيك يا محمد عامل ايه؟ سلم لي على امك صباح. حاضر. ازيك يا علي؟ ابوك البخيل عامل ايه؟ هي مستلمانه واحد واحد، عارفه كل اللي داخل واللي طالع، حافظانا. الجسم حافظ خلاياه. يجي عيل غريب داخل، ازيك يا حاجه؟ راحت بصله كده، انت ابن مين؟ انا ابن سعاد. فراحت بصله كده وراحت قايمه واحده، تعالى يا ابني ساعدني، وراحت ماسكاه، الحقوا مسكت حرامي. انا ما عنديش بنت اسمها سعاد اصلا. كده عرفته ولا ما عرفتهوش؟ عرفته. يبقى اي عندنا حد غريب بيخش الجسم بيتعرف عن طريق الانتيجينات. عارف الحاجه مسكته ازاي؟ مش هتصدق. مسكته من هنا، من انتيجيناته، وراحت معلقاه. عارف لما تمسك ارنب من ودانه هتعرف ده يعني ايه الجمله دي؟ يعني تملي لما الفيروس او الميكروب الغريب بيتمسك منين؟ من انتيجيناته. عشان لما تروح الامتحان هتتسال اسئله غريبه، هو الميكروب بيتمسك منين؟ فانت تقعد تقول ما يتمسك، ما ده ما انا مالي. لا يا حبيبي، الميكروبات كلها بتتمسك منين؟ من انتيجيناتها. يعني بتتمسك من المكان، من العلامه اللي موجوده على جسمها. انا كده بعلمك بس كلمه انتيجينات يعني ايه. يبقى الانتيجينات ديت اول ما حد يسالك، اصل انا طبعا انا طولت ليها ليه؟ اللي انا سمعت الناس كلها بتشرح الانتيجينات دي غلط. مش ده، الناس كلها بتشرح الانتيجينات بيقول ايه؟ دي حاجه موجوده على الجسم الممرض. ده في ناس بتقول في اسكندريه ايه؟ ده الجسم الممرض نفسه، يقول لك ده المرض. الانتيجينات يعني الكائن الممرض. حبيبي الانتيجينات دي ده بروتين موجود على، زي ما انت عارف ايه بالظبط؟ زي ما انا عندي عيال، رحت جاي رابط كل عيل من عيالي بفتله في ايديه، فتله لونها احمر، ربطت عيالي كلها بفتل لونها احمر. ففي وسط العيال لقيت عيل داخل لونه ايه؟ لابس فتله زرقاء. تعالى يا حبيبي انت مين؟ ايه يا بابا عامل ايه؟ بابا مين يا ابن انا اعرفك؟ ايوه انا ابنك. ابني منين؟ انا عيالي معلمهم بعلامه ايه؟ حمراء. اهي العلامه دي اسمها الايه؟ الانتيجينات. يبقى الانتيجينات دي علامات موجوده على الخلايا بعرف منها هي تبع الجسم ولا واحده غريبه جايه. كل عيالي اللي قاعدين في القاعه انا عارفهم. لو حد غريب دخل بعرفه ولا لا؟ طبعا. انا ممكن اعمل لكم الكيو ار ده كارنيه معايا، وانت داخل بتعلم على الجهاز تخش بيه. كنت عامله السنه اللي فاتت. كل ما تخش اروح جاي معلم تخش بيه.
اروح جاي عندنا الاقي حد جاي ماسك كني وداخل بيعلم، الاقي المكنه بتنور احمر. هي بتقول لي ايه؟ ده مش تبعنا، واللي معاه ده كله كرنيهات ايه؟ مزوره. اهو ده الاي دي. كل واحد فينا عارفه حصلت معايا انا، حصلت معانا شخصيا. قاعد مع واحد صاحبي تايه، وبعدين انا معايا الاي دي بتاعي اللي بخش بيه عندنا من الحدود السعوديه وانا رايح الحج، عشان انا مقيم. فبخش معايا الاقامه بتاعتي عليها QR كده، يروحوا جايين حاطين على الجهاز عليها، فيطلع صورتي وقصتي ومنين وحياتي وكل حاجه عني. فاحنا قاعدين انا وهو قبل ما اسافر بيوم، هو مسافر بعديه تاني يوم. وبعدين راح جاي ايه؟ حطينا، قال لي وريني اقامه، رحت جاي حاططها قدامي وهو حاطط بتاعته قدامه. انا سحبت الاقامه بتاعته وهو اخذ بتاعتي، حظنا الاسود. انا سافرت قبل منه بحوالي 9 ساعات كده. نزلت ركبت لسه داخل على الايه؟ على الحدود. الظابط وقفني قال لي فين الاقامه بتاعتك؟ رحت مطلعها له. راح جاي حاطط عليها الجهاز، قال لي انت اسمك ايه بقى؟ بكل ضحك كده. قلت له حميده احمد حميده. قال لي انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي وناوي ترجع مصر تاني؟ رحت ضاحك. قلت له اكيد، يعني انا هحضر 4 5 ايام وراجع. قال لي هي كانت بس دي كانت اخر كلمه. ولقيت 5 6 راحوا مكتفيني، قال لهم ده ارهابي بيعدي الحدود بكارنيه ببطاقه مزوره، ده مش هو اللي ظهر قدام مني. قلت له انا اسمي حميده. مفيش. رحت اترميت في السجن، حطوني عندنا اليوم كامل. اللي انقذني حاجه واحده بس، اللي انا الكفيل بتاعي من العيله المالكه. رحت جاي عندنا، قلت له بس هكلم لك تليفون بعد ما قعدوني 12 ساعه في السجن. قلت له هكلم لك بس تليفون وبعديها قعدني معاك العمر كله. فرحت متصل بواحد، الواحد ده من البيت الملكي هناك في السعوديه. راح جاي عندنا، قلت له اتفضل اهو ده الكفيل بتاعي. راح مكلمه، قال له انت مين وعلى انه حدود؟ قال له انا قال له انا جاي لك. تاني يقول له خلاص انا هطلعه. قال له انا جاي لك. وراح جاي اخدني من هناك. اقسم بالله ما كنت هطلع عمري كله من هناك بسبب الاي دي ده. فكل واحد فينا ليه اي دي معروف ماشي بيه. لما بخش الامارات لازم يصطادوك، عارفينك. يعني ما هو تاني يوم انا اللي رحت استقبلته واديتها له، يعني هو يعمل نصيبه وانا اللي اشيلها. فانت كده عارف الاي دي ده احنا بيسموه كلمه ايه؟ بص انا كل ده بتكلم على ماده اسمها الايه؟ انتيجينات، عشان هتقابلنا 5000 مره في الاسئله. يبقى يجي حد بقى يقول لي يعني ايه انتيجينات؟ دي علامه موجوده على كل خليه، في انتيجينات معروفه وفي انتيجينات غريبه. الانتيجينات الغريبه هي اللي بتخلي الايه؟ الخلايا تهاجمها. لو الانتيجينات معروفه مش هتهاجمها. شكرا والى اللقاء. تعالى ونبدا الماده الرابعه. جماعه احنا كده خلصنا كام ماده؟ 3. يا نهار اسود يا استاذ حميده، كل ده في 3 مواد؟ لا ده انا هعيدهم دلوقتي. استاذ حميده لا خلاص احنا عرفناهم. لا هعيدهم. يلا بينا قوم. المتممات بتعمل كام دور؟ اسمع الصوت جماعي. المتممات بتعمل كام دور؟ المتممات ترتبط عندنا بالاجسام المضاده ولا بترتبط بالاجسام المضاده بعد ما ترتبط بالميكروب؟ يبقى مين بيرتبط الاول؟ الاجسام المضاده ترتبط بالميكروب ولا المتممات ترتبط بالميكروب؟ حلو. عندنا كام دور ليها؟ 2. اول دور بتعمل ايه؟ بتحلل الكائنات الممرضه. هي بتعرف الكائنات الممرضه عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الانتيجينات. الانتيجينات المعروفه ولا الانتيجينات الغريبه؟ الانتيجينات الايه؟ غريبه. تاني دور بتعمل ايه؟ بتبطل مفعول السم. بتبطل مفعول الايه؟ رابع ماده دي بقى اصعب واحده فيهم بجد، فانا اضطريت اعمل لها رسمه بشرحها. اشرحها كامله، املى بيها السبوره بكل حاجه، وبعد كده اصطاد الناس اللي قاعده
ونبدأ نشرح، كل حد يقوم يشرح جزء عشان هي كبيرة. المادة اللي أنا هشرحها دلوقتي اسمها الانترفيرونات، ونبدأ الحكاية من البداية. اهي فاضية اهي. تعال نستخدم الألوان. قلم. بص بقى، اللي انا هشرحه دلوقتي خاص بالفيروسات بس. يعني لما يسألك على الانترفيرونات هتروح تجري على مين اول حاجة تفكر فيها؟ الفيروس. هي اللعبة بقى بتاعت الانترفيرونات لعبة فيروسات. حلو، قول حلو. حبيبتي قاعدة ورا، تعالي هاتها لي يا احمد. مش مركزة. تعالي عشان هتتكلم في المايك دلوقتي. اسمع بابا، تخيل ان ده فيروس اهو. فيروس يا كلب يا فيروس اهو. الفيروس اللي قدامك ده اكتشفنا اللي هو جواه المادة دي. حد يعرف ايه المادة دي؟ دي ان ايه؟ اسمها المادة اللي ايه؟ وراثية. اسمها المادة اللي ايه؟ وراثية. يعني اللي جوه هنا ده عبارة عن الدي ان ايه، المادة الوراثية. فالفيروس بيكون جواه مادة وراثية. حلو حلو. تروح جاي عندنا الفيروس يهاجم الخلية. فيروسات دخلت جوه جسمك، فهيبدأ الفيروس في مهاجمة الخلية. فين الخلية؟ اهي الخلية اهي، عيني عليك يا خلية. الخلايا بيكون جواها مادة. شايفين المادة اللي انا عملتها بالموف دي؟ المادة دي اسمها الانزيمات. اسمها الايه؟ انزيمات. الانزيمات دي بتقوم بادوار ياما ولها دور مساعد قوي جوه الخليه، يعني حاجه مفيده للخليه. مش هنتكلم عليها، بس تعرف اللي هي من مكونات الخليه وبتقوم بوظائف معينه. فيجي الفيروس يروح جاي مهاجم الخليه. الفيروس قدامه حاجه من اتنين، يا يجي يقف على الخليه يا تنح، يا يجي يقف على الخليه من بره كده كده اهو. بص، يقف على الخليه كده. ده الفيروس اهو، من غير ما يخش جوه. يروح واقف على الخليه من بره كده، ويروح جاي عامل فتحه صغيره، ويروح جاي عندنا مدخل الماده الوراثيه جوه الخليه. بص الكلب عمل ايه؟ دخل الماده الوراثيه، اتفتح ودخل الماده الوراثيه. كتاب المدرسه يقول لك ايه؟ يعمل على حقن الماده الوراثيه، يعني يعمل فتحه بينه وما بين الخليه، ويروح منزل الماده الوراثيه بتاعته جوه الخليه. ادي اول حاجه. وممكن ما يعملش كده على فكره، ساعات بيروح هو داخل كله جوه الخليه ويروح منزل برضه الماده الوراثيه. يعني هي قصته كله اللي هو بينزل الماده الايه؟ الوراثيه. يبقى اول حاجه الفيروس بيحتوي على الدي ان ايه. يجي الفيروس يهاجم الخليه فيدخل الماده الوراثيه جوه الخليه. الماده الوراثيه دي اول ما تخش جوه الخليه تتخيلوا تعمل ايه؟ هي عايزه تعمل ايه؟ عايزه تتكاثر، عايزه تتنسخ، عايزه تطبع نسخ ياما، عشان المعلم ده بدل ما هو فيروس يخلف 20 فيروس مثلا، ويطلعوا يهاجموا يبوظوا 20 خليه، وكل واحد يخش جوه خليه يطلع له 20 30 خليه، فيبقوا عندنا دمروا 100 200 خليه ويدمروا الجسم كله. يعني هو الفيروس ده لوحده ما يقدرش يعمل حاجه، فهو عايز يتكاثر. عايز ايه؟ يتكاثر ويخلف فيروسات ياما عشان يدمر جسمك. يروح مدخل الماده الوراثيه.
المادة الوراثية دي عشان يحصل تكاثر لازم تتنسخ. حد عارف يعني ايه تتنسخ؟ تتنسخ. مش عارفين يعني ايه؟ ده انت بتروح للراجل تصور ورقه تقول له يعمل لي 5 نسخ 4 نسخ، يعني يعمل بدل دي ان واحد دي ان واحد يعمل كذا ايه؟ كذا دي ان ايه. يعني ده كده يتنسخ مثلا بص ل4، ادي 1 2 3 4 كده اتنسخ، بدل ما هو 1 بقى كام؟ بقى 4. بس للاسف عشان يتنسخ ويبقى 4 كده محتاج حد يساعده. يروح جاي عندنا ياخد الانزيمات دي، يخرب بيتك، يعني دخل هاجم الخليه واخد انزيماتها. اخد ايه؟ انزيماتها، يعني اخد الانزيمات دي عشان ينسخ نفسه نسخ. يبقى ساعتها الانزيمات دي نسميها انزيمات نسخ الدي ان ايه. يعني دي الانزيمات اللي خلت الدي ان ايه بدل ما هو 1 يخلف كم واحد؟ 4 5 10. يبقى كل اللي حصل ايه؟ ارجع من البدايه. اول حاجه كان عندنا ماده اسمها ايه؟ فيروسات. الفيروس ده جوه ماده اسمها ايه؟ دي ان ايه. اول ما يهاجم الخليه بيدخل الدي ان ايه جوه الخليه. الدي ان ايه ده هيفضل 1 ولا هيتنسخ؟ هيتنسخ. عشان يتنسخ بيحتاج الايه؟ الانزيمات، اسمها انزيمات نسخ الدي ان ايه. اول ما يتنسخ كده يروح مكون فيروسات ويفتح من هنا ويروح مطلع عندنا فيروسات بقى ياما ويبداوا يهاجموا خلايا تانيه. يا عيني يا ابني، يعني الخليه دي كده باظت خلاص، اخذ انزيماتها وخرمها وطلع منها فيروسات. هل الخليه دي كده اصبحت خليه سليمه ولا خليه مصابه؟ دي بتموت خلاص. احنا كده عندنا اتدمرت الخليه، دخل لها الفيروس، دخل لها الدي ان ايه، استغل انزيماتها وراح جاي عندنا اتنسخ لانزيمات لدي ان ايه جديد، وبعد ما اتنسخ تكاثر وبقى عنده اعداد ياما. يا عيني يا خليه، يطلعوا دول يجروا يهاجموا خلايا تانيه ويعملوا فيهم اللي حصل في الخليه دي. يا عيني تقعد لك يومين تلاقي نفسك تعبان قوي ومش قادر تتحرك وبتموت في البيت وسخن جامد. ويا عيني يا ابني، هل الفيروسات بقى 1 ولا كترت في جسمك؟ كترت. يخشوا جوه الخليه يدخلوا الدي ان ايه، يستخدموا الانزيمات ويتنسخوا ويكتروا. يروحوا داخلين كل واحد يطلع يخش خليه تانيه ويروح جاي عندنا يتنسخ، يستخدم الانزيمات ويكتروا يكتروا 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 ويدمروا جسمك. ده اللي بيحصل في جسمك لما بيخش لك فيروس. يا لهوي، مفيش اي حل يا استاذ، يعني مفيش حل للموت. جسمي كده قاعد مستسلم والفيروس قاعد يبهدلني، ده انا هموت. ما هي الناس اللي المناعه في جسمها ضعيفه بتموت، والناس اللي ما عندهاش حد يساعدها بتموت. استاذ حميده ايه اللي هيحصل؟ خلاص اللقطه الاولى دي فيها حاجه، اعيدها تاني الحته الاولى. يبقى انا عندي فيروسات جواها ماده الدي ان ايه تهاجم الخليه، تدخل الدي ان ايه، يستخدم الانزيمات اللي لونها موف دي فيتنسخ لنسخ، وبعدين يتكاثر ويطلع منه اعداد ياما. فتيجي الخليه دي يا عيني خلاص دي بتموت. عارف انت وانت قاعد كده خلاص انا بموت بحتضر لما اعمل ثواب بقى في حياتي، ده انا بموت خلاص. عارف لما واحد كده يحس ان هو بيموت وعنده فلوس ياما يقول لهم هاتوا لي ورقه تم التبرع بكل فلوسي للجمعيات الخيريه، ايه رايك في الحركه دي؟ ويعمل لعياله كده مع السلامه الى اللقاء. ايه ده يا صاحبي ده؟ اهي الخليه دي وهي بتموت بتعمل ايه؟ عايزه تعمل اي ثواب في حياتها، راحت عامله اللي انا هحكيه لك. يعني اللي انا هحكيه ده مين اللي بيعمله؟ الخلايا الايه؟ المصابه. ركز بص اللي هيحصل. تروح جايه الخلايا المصابه، ايوه يا حميد مش حلوه،
تروح جايه الخلايا المصابه تكون ماده كيميائيه. مين اللي عمل الماده الكيميائيه دي؟ خلايا المصاب. وهي بتموت تروح جايه عامله الماده دي. اسمها ايه الماده الكيميائيه دي؟ اسمها الانترفيرونات. اسمها ماده الايه؟ يبقى الانترفيرونات دي بتفرز امتى؟ فهنا الماده دي احنا بيسموها ماده الانترفيرونات. خلاص الخليه بتموت راحت مطلعه الماده. تخيلوا طلعت الماده المفدي ليه؟ وتنتشر الماده المفدي اهي تنتشر. رايحه فين الماده دي؟ هي طلعت منين؟ من الخليه المصابه وهتجري رايحه برساله تحذير تروح للخلايا اللي جنب منها، اخواتها السلام لسه اللي ما فيش حد جه جنبهم. تروح رايحه عندنا دي، دول عليهم مستقبلات كده، مستقبلات. تروح رايحه المعلمه المفدي نازله على المستقبلات. انت مين؟ الخلايا السليمه، كل دي خلايا سليمه. الخلايا السليمه دي تستقبل الماده اللي اسمها الانترفيرونات. اول ما توصل الماده دي تقول للخليه انا جايالك برساله من اختك. نص الرساله انا بموت، الحقوا نفسكم الفيروس جاي عليكم هيموتكم. بس دي مش توصيل، دي رساله تحذير. لو مش هتركز هتسقط. دي كده رساله ايه؟ تحذير. لو مش هتروح البيت تذاكر الدرس ده النهارده هتسقط. دي كده اسمها رساله ايه؟ تحذير. انا بحذرك، انا بعت لك رساله تحذير. خلي بالك جاي ورايا فيروسات، لو وصلت لك هتموتك. مين اللي بعتك بالرساله دي؟ اللي بعتني الخلايا المصابه. بس دي مش رساله استغاثه ولا ربط، ده رساله تحذير. هتموت الحق نفسك. الفيروسات دي طلعت الزرقاء دي وهتهاجم عليهم. فطلعت الانترفيرونات وصلت هنا حذرتها، قالت لها خلي بالك اختك اتصابت وماتت. اتصرفي انت بقى. جماعه هو الدي ان ايه لما دخل هنا هل قدر يتنسخ من غير الانزيمات دي؟ لا. الانزيمات دي يا جماعه موجوده هنا اهي. الانزيمات اللي بيحبها الدي ان ايه اهي اهي. الانزيمات دي اللي بيحبها الدي ان ايه اهي. الانزيمات دي اللي بيحبها الدي ان ايه. لو دخل الدي ان ايه لقى الانزيمات دي هيتكاثر. يبقى الفكره نعمل ايه؟ الخليه قالت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اموت الانزيمات دي قبل ما يجي عندنا الفيروس. فلما يجي ما يلاقيش انزيماته فما يعرفش يتكاثر فيموت. حلوه الفكره دي؟ حلوه صدق؟ يعني هو الدي ان ايه بيحتاج الانزيمات. طب افرض انا شلت الانزيمات دي ودخل الدي ان ايه جوه، هل هيلاقيها؟ حد بالظبط كده واحد من صحابي قال لي الحق انا اتسرقت والحراميه جايين على بيتك دلوقتي يسرقوك وانا بيتي فيه ذهب. اعمل ايه؟ رحت جاي اخد الذهب ومديه لعيل من عيالي، قلت له روح شيله عند عمك. راحوا جايين الحراميه نطوا عندي في البيت، قعدوا يقلبوا، راحوا موقفيني فين الذهب؟ قلت لهم يا عم وانا لا اكل، انا ما عنديش حاجه خالص، البيت اهو واللي انتوا عايزين تاخدوه خدوه، انا معيش اي حاجه. فراحوا جايين الحراميه مشوا قفاهم يأمر عيش. قدروا يعملوا حاجه في البيت؟ خالص. قدروا ياخدوا مني حاجه؟ خالص. هو ده اللي هيحصل هنا. بص اللي هيحصل هنا في انزيمات اهي. بص يا جماعه اللي هيحصل، يروح جاي الخليه السليمه دي عارفه ان الفيروس جاي،
تروح جايه عامله انزيمات جديده. شايفين الانزيمات الزرقاء دي؟ الانزيمات دي ما بيحبهاش الدي ان ايه. تروح جايه الانزيمات الزرقاء دي موقفه الانزيمات دي كانها موتتها. فيجي الفيروس، ادي الفيروس جاي اهو فرحان بقى بنفسه وجواه الماده الدي ان ايه، راح مدخل الماده هنا. اول ما دخلت الماده هنا، فين انزيماتي؟ فين الانزيمات اللي انا اتكاثر بيها؟ فراحت الخليه قالت له ايه؟ ماتت قبل ما انت تيجي. ايه ده يعني انا مش هتكاثر؟ قالت له ما اعرفش، بس الانزيمات بتاعتك لسه ميته من نص ساعه. فالفيروس يقف هنا والدي ان ايه واقف هنا ومش عارف يعمل حاجه ومش عارف يتنسخ ومش عارف يتكاثر ومش عارف يعمل حاجه فيموت. كده وقفنا الانتشار ولا ما وقفناهوش؟ مين بقى اللي عمل كل الدور ده؟ الايه؟ مين اللي عمل كل الهيصه دي؟ ومين اللي حذر دي؟ ايه هي دي؟ مين المواد دي؟ اسمها الانترفيرونات. اسمها ماده الايه؟ هات لي بقى الحكايه من البدايه قبل ما اقوم الناس. نبدا من الاول. انا هعيدها مرتين ثلاثه لغايه ما تثبت في دماغك. الفيروس يحتوي على ايه؟ دي ان ايه. الفيروس يهاجم الايه؟ الخليه. لما يهاجم الخليه ايه اللي بيحصل؟ لما يهاجم الخليه ايه اللي بيحصل؟ بيخترق الخليه ويدخل الماده الوراثيه. لما يدخل الماده الوراثيه عايز يتنسخ، فبيستخدم انزيمات الخليه اسمها انزيمات نسخ الدي ان ايه. اسمها انزيمات نسخ الدي ان ايه. يبقى تاني قول بقى انت معايا، اول حاجه ده مين؟ ده مين يا جماعه؟ ده اسمه ايه؟ الفيروس ده عندنا جواه ماده اسمها ايه؟ دي ان ايه. اول ما يهاجم الخليه بيسيب الدي ان ايه بره ولا بيدخله جوه الخليه؟ يدخله جوه الخليه. اول ما الدي ان ايه ده يخش جوه بيحتاج لمين؟ للانزيمات. اسمها ايه الانزيمات دي؟ انزيمات نسخ الدي ان ايه. فالدي ان ايه يتنسخ نسخه ولا نسخ؟ كده عمل عمليه نسخ وعمليه ايه؟ تكاثر. صعب لغايه هنا؟ بعد كده الخليه المصابه تفرز ماده كيميائيه اسمها ماده الايه؟ الانترفيرونات. تنزل على مستقبلات الخلايا السليمه وتحذرها. طيب لما الانترفيرونات وصلت للخلايا السليمه وحذرتها، ايه اللي بيحصل لها؟ ايه اللي بتعمله الخلايا السليمه؟ تكون انزيمات جديده تثبط انزيمات القديمه. يعني تكون انزيمات جديده توقف الانزيمات دي، وبذلك لا يتكاثر وبذلك لا ينتج افراد جديده فيتوقف انتشار الفيروسات. مع بعض واسمع القاعه كلها وهي بتقول مين ده؟ يلا يا عالم يا تنحم الاول. مين ده؟ الفيروس ده جواه ماده اسمها ماده ايه؟ الماده الفيروس ده بيهاجم الخلايا الايه؟ الخلايا السليمه. اول ما يهاجمها بيدخل جواها الماده الايه؟ الوراثيه. اول ما يدخل الماده الوراثيه تستخدم مين؟ الانزيمات. اسمها ايه الانزيمات دي؟ نسخ الدي ان ايه. وساعتها هيحصل نسخ ويحصل ايه؟ تكاثر. حلو كده الكلام؟ بعديها يبدا عندنا الخليه المصابه تفرز ماده اسمها ماده الايه؟ الانترفيرونات. الانترفيرونات الماده الموف دي تنزل على الخلايا السليمه فتوصل لها رساله تحذير، خلي بالك في فيروسات جايه وراكي هتموتك. تروح جايه الخليه تعمل ايه؟ تكون انزيمات جديده تثبط الانزيمات القديمه. سمعت الجمله دي؟ تكون انزيمات جديده تثبط الانزيمات القديمه. كده وقفنا عمليه النسخ، كده وقفنا عمليه التكاثر. دي اسمها الانترفيرونات. انا اللي قلت مش انت. والله انا ما قلت حاجه ولا انتوا اللي قلتوا؟ انتوا اللي شرحتوا؟ لا. هات لي ميه يا احمد عشان انا قاعد لسه ياما النهارده. خلي بالك يا احمد انا سايب موبايلي امبارح من امبارح في المقر. والله.
ماليش مزاج خالص، لازم انتوا تقولوا عشان ابدا الدرس التاني. ايه اللي ايه؟ يا الساعه كام في ايديكم؟ جت كام؟ جت 5 صح؟ ما تهزروش. تعالى، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ الفيروس ده بيعمل ايه؟ بيهاجم الخلايا السليمة ويدخل جواها الدي ان ايه، يحتاج الى اسمها ايه؟ انزيمات نسخ الدي ان ايه، وساعتها يعمل عملية نسخ ويعمل عملية تكاثر، وبعديها يطلع مادة كيميائية اسمها مادة الايه؟ الانترفيرونات. المادة دي عندنا تنزل على الخلايا السليمة وتبعت لها رسالة تحذير، فتبدأ هنا قولوا انتوا الجملة وانا اخلص. تنتج انزيمات جديدة تثبط الانزيمات القديمة. صعب اللعبة دي؟ حلو كده، يبقى انا خلصت درس المواد الكيميائية المساعدة، عامل لك الرسمة وكاتب لك الخطوات كاملة لغاية آخر كلمة. جماعة معلش عايز أسأل أسئلة سريعة. هو مادة الانترفيرونات منعت الفيروس يخش جوه الخلية؟ لا، هو دخل عادي. إيه ده؟ ما منعتش حاجة. هي الانترفيرونات دي بتفرز عشان نوع معين من الفيروسات ولا أي نوع من الفيروسات؟ أي نوع من الفيروسات. اللعبة دي كلها خاصة بمادة الفيروسات. اهي دي المواد الكيميائية. طبعا الناس تلاقي على اليوتيوب الناس شرح المواد الكيميائية في نص ساعة، مدرسين بياخدوها في أول ربع ساعة من الحصة كأنها مواد عادية. دي مواد كيميائية مهمة. أنا شرحت كل حاجة تخليك تحل عليها. حبيبي أنا ما خلصت خالص، لسه نص ساعة. تعالى يلا ونبدأ بقى الأجسام المضادة. طبعا الأجسام المضادة فيها حتة صعبة وبقيتها هبلة، فأنا هشرح الجزء الصعب وهتروح سيادتك هتلاقيني منزل لك الحتة اللي باقية نص ساعة كده ولا حاجة، الحتة الهبلة اللي في الآخر. يلا بينا يلا بينا. يعني إيه أجسام مضادة؟ خلاص. يعني أنت قصدك تقول إن في حاجة اسمها الأجسام المضادة في جسمنا، هي اللي بتروح تدافع عن جسمك. عارف دورها غريب قوي. اي حاجه غريبه تخش جوه الجسم تجري عليها تمسكها، هي دورها امسك حرامي. سمعت المعلومه دي؟ هي دورها ايه؟ امسك حرامي. اي حاجه غريبه داخله جوه الجسم تمسكها. الاجسام المضاده للاسف هو بيتعامل معاك اللي انت دكتور، فمش هيكلمك يعني كلمه الاجسام المضاده دي كلمه بيئه. ما يا استاذ حميده انتوا بتسموها ايه؟ بيسموها الجلوبيولينات المناعيه. اسمها ايه؟ جلوبيولينات على بعض. جلوبيولينات اسمها ايه؟ قولها حته حته. جلوبيولينات يبقى على بعض اسمها ايه؟ جلوبيولينات. اسمها الجلوبيولينات المناعيه. اما بقى الدكاتره، وافتكرني وانت قاعد كده في المحاضره وانت في كليه طب بقى او صيدله، هتلاقي الراجل اللي بيشرح لك المحاضره دخل يقول لك ايه؟ ما بيجيبش سيره الاجسام المضاده دي خالص، ويقول لك والاي جي اول ما تلاقي الرمز ده بيتكلم عليه اي جي قصده الاجسام المضاده. يبقى الاجسام المضاده رمزها ايه؟ اي جي. اي جي قصده بيها الجلوبيولينات المساعده، قصدي المناعيه. فانت عندك اسمها الاجسام المضاده، اسمها الاي جي، اسمها الجلوبيولينات المناعيه. دي كلها اسامي للماده دي. استاذ حميده هي الاجسام المضاده دي عباره عن ايه؟ مواد بروتينيه. استاذ حميده موجوده فين؟ في الدم والليمف والعقد الليمفاويه،
في كائنات ياما، الحيوانات الفقاريه كلها موجوده في الانسان. اجسام المضاده دي المناعه اللي موجوده في كل الكائنات. استاذ حميده، مين اللي بيفرزها؟ مين اللي بيفرزها؟ مين اللي بيفرزها؟ البهائيه، ما انا لسه شارحها من شويه. مين اللي بيخلي عندنا، هات لي كده من الاول. كان عندنا حاجه اسمها تي اتش اللي هي التائيه، بتفرز ماده اسمها انترليوكينات، تروح جايه منشطه الخلايا البائيه فتحولها الى بائيه بلازميه. البائيه البلازميه تروح جايه تنتج الاجسام الايه؟ يبقى الاجسام المضاده دي بتطلع منين؟ من البائيه البلازميه، وهي تقوم بالارتباط بالكائن الممرض. واتفق العلماء اللي هي 5 انواع. 5 انواع ما عليناش اي حاجه عليهم، كلامي واضح، الا اساميهم يا راجل. وكل اللي الناس بتقعد تحكيه عليهم كان في المنهج القديم واتلغى. يعني الاجسام المضاده دي، بص المنظر اللي انا عامله ده، روح بص تعال روح، هي الاجسام المضاده رمزها ايه؟ اي جي. اكتشفنا اللي هي 5 انواع. انا عارف اللي انت بتعرف تكتب انجليزي. مد، انا كتبت ايه؟ اجمد. حلو. وبعض عندنا احنا في الجامعه كانوا يقولوا لنا ايه؟ ما جد. هي تقول اجمد، تقول ماجد، المهم عندنا هم كام رمز؟ ام، اي، جي، اي، دي. كام رمز دول؟ استني بس. اي جي اي، اي جي جي، اي جي ام، اي جي اي، اي جي دي. ملهم لي 5 كده. اي جي اي، ادي اول جسم مضاد اسمه الاي جي اي. تاني واحد اي جي جي، ادي تاني جسم مضاد. اي جي ام، ادي تالت جسم مضاد. اي جي اي، ادي رابع جسم مضاد. اي جي دي، ادي 5 جسم مضاد. يبقى عندي كام جسم مضاد؟ 5. تقولها بقى بالطريقه دي، تقولها بالطريقه دي. بس احنا عندنا في جسمنا كام نوع من الاجسام المضاده؟ 5. اي جي ام، اي جي اي، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي. ماجد اي جي، ومع كل واحده من الحروف دي اسمها الاجسام المضاده. استاذ حميده، علينا شكلهم؟ لا، بس احفظهم. احفظ شكلهم بس، عشان لما اجي اسالك مين اكبر جسم مضاد؟ شاطر. عرفت منين؟ من شكله. بص الاي جي ام عنده كام دراع بيمسك بيه الميكروبات؟ كام دراع؟ كام موقع بيمسك بيه؟ هنا عنده دراع، يخرب بيت الجاه. ادي عنده موقع اهو بيمسك بيه، وادي موقع اهو يمسك بيه. 3 4 5 6 7 8 9 10. عنده كم موقع؟ ممكن كأن واحد عنده 10 دراعات بيمسك بيهم. طب يا حميد، ده عنده كم دراع يمسك بيهم؟ 2. ده موقع وده موقع الارتباط، وده عنده 2 وده عنده 2. ده مفروض الطبيعي عنده كام؟ 4. 1 2 3 4. شفت؟ الاي جي اي عنده 4 مواقع ارتباط. الاي جي ام عنده 10 مواقع بيمسك بيهم. الباقي دول كلهم عندهم كم موقع؟ 2. دي اسمها مواقع الارتباط عندنا. واخر سؤال 10. السؤال ده انا بالنسبه لي هو اهم سؤال في الاجسام المضاده كلها. هياخد معايا 10 دقايق
وامشوا، مش عايز منكم حاجه. جماعه انتوا تعبتوا؟ معلومات ياما النهارده؟ والله ياما صح؟ يا بصمجيه بتوع 50%. تاني تعال السؤال: ازاي بتتكون الاجسام المضاده؟ عشان تتكون الاجسام المضاده بتعدي ب5 مراحل. اسمع يا ماما، اي جسم مضاد في الدنيا عايز يتكون لازم هيعدي على 5 مراحل. 1 2 3 4 5. اول حاجه اسمها التعرف، تاني حاجه اسمها الالتصاق، تالت حاجه اسمها التحول، رابع حاجه اسمها الانتاج، خامس حاجه اسمها التدمير. كم خطوه دول؟ 5: تعرف، التصاق، تحول، انتاج، تدمير. 5 كلمات. احكي يا استاذ حميد. التعرف: عارفين الخلايا البائيه قاعده في الدم طول النهار، قاعده في الدم تبص انت مين؟ جدتي اللي انا حكيت لكم عليها، هي دي الخلايا البائيه قاعده بس. انا عارفاك خش، انا عارفاك خش. اذا انت غريب تمسكه. يبقى مين اللي بيتعرف على الخلايا الغريبه؟ الخلايا البائيه. بتعرفها عن طريق مين؟ يا لهوي، بتعرفها عن طريق مين؟ يا خساره شرحي اللي شرحته النهارده، عن طريق ماده اسمها الايه؟ الانتيجينات. يبقى احنا بنعرف اي جسم غريب عن طريق الانتيجينات. لسه. فهنا عندنا الخلايا البائيه تتعرف على الاجسام الغريبه عن طريق الانتيجينات. اهي عرفت خلاص اللي فيك مرض دخل الجسم. يبقى اول حاجه عندنا بيحصل عمليه تعرف. تتعرف على الاجسام الغريبه عن طريق الانتيجينات. خلاص عرفنا ان في حاجه اسمها انتيجينات. خلاص عرفتيها؟ ركز بقى. دي الخلايا البائيه، وده عندنا الكائن الممرض. الكائن الممرض عليه انتيجينات غريبه كده اهي. بص الحته دي. تروح جاي عندنا الخلايا البائيه مطلعه دراع كده وتعمل عندنا مستقبل على شبه الانتيجينات، وتروح جايه ماسكاه من انتيجيناته وتمسكه وتكلبشه. هو ده بقى. سيبيني. لا مش هسيبك. خلاص انا مسكتك، انا عرفت اللي انت عيله غريبه مش تبعنا، رحت جاي من ودانك ورافعك كده. اهو ده اللي حصل هنا. الخلايا البائيه تلتصق، اسمها عمليه الايه؟ الالتصاق. تلتصق بالكائن الغريب، زي ما انت شفت حرامي رحت ماسكه. انسى بقى، سيبني، انسى. خلاص انا اخر مره، انسى. طب انا همشي بره الجسم، انسى. انا مسكتك خلاص. يبقى الخلايا البائيه بتمسك عندنا في مين؟ في الانتيجينات عن طريق المستقبلات بالشكل ده. ممكن عندنا الخلايا البائيه، بص المنظر ده يا جماعه، وادي عندنا الحيوان الفيروس. بس الحيوان الفيروس انتيجيناته عامله كده. شايفين المنظر؟ ساعتها البائيه تعمل ايه؟ تروح جايه عامله مستقبل اهو يناسبها، شكله عامل كده، ويروح بسده ماسك فيه. واضح ان البائيه بتعمل مستقبلات خاصه، صح الكلام؟ تمسك في ده. انتوا شايفين لعبه البازل؟ شايفين القفل والمفتاح؟ كانهم بيقفلوا على بعض. يبقى هنا المستقبلات بتاعت البائيه بتمسك في الانتيجين. طب افرض عندنا ده عامل كده
بص، وده عامل كده. بص الانتيجينات مدوره كده. ايه رايك الباشا ده يعمل ايه؟ يروح جاي مطلع كده دراع، والدراع ده على شكل نص دايره، ويروح جاي برضه ماسكه منه. بص انا همسكك يعني همسكك. هل عندنا الخلايا البائيه هتسيب الميكروب؟ استحاله. هي بتروح جايه ماسكه فيه من عن طريق انتيجينات. المهم الانتيجينات تتوافق مع المستقبلات. يعني دي شكلها مثلثه، دي تبقى شكلها مثلثه زيها. دي شكلها مربعه، دي تبقى شكلها مربعه زيها. دي شكلها دايره، دي يبقى شكلها دايره زيها، بالمنظر اللي موجود قدامك. كده حصل كام خطوه؟ 2. اول حاجه مين اللي بيقوم بالدور؟ الخلايا البائيه. تتعرف على الاجسام الغريبه عن طريق ماده اسمها الايه؟ الانتيجينات. ثم تلتصق بالانتيجينات. المهم تتوافق معاها. اول ما دي ودي يلزقوا ببعض، يبدا الخلايا البائيه تتحول الى بائيه بلازميه. يبقى التحول بيحصل قبل الالتصاق ولا بعد الالتصاق؟ اول ما ده وده يمسكوا ببعض تروح جايه الخلايا البائيه تتحول الى بائيه ايه؟ بلازميه. البائيه البلازميه دي بتنتج الاجسام الايه؟ المضاده. الاجسام المضاده تدمر الميكروب. شكرا والى اللقاء. هنا كم خطوه حصلت كده قدام منكم؟ 5. بيحصل عمليه تعرف، التصاق، تحول، انتاج، تدمير. عشان لما يجي حد يقول لك ايه؟ قول لي خطوات انتاج الاجسام الايه؟ المضاده. طبعا هي مش موجوده كده في المنهج. انا مقسمها نقط عشان انت تعرف تذاكرها بسهوله. يبقى انا عندي اهو تتعرف عليها، تلتصق فيها عن طريق الانتيجينات، تتحول من بائيه لبائيه بلازميه، ثم تنتج الاجسام المضاده، ثم تدمر الميكروب.